عملت لكم احلى سمسمية ب50 جنيه بس. بصوا الجمال بقى، ربع كيلو السمسم ب50 جنيه. وعندي بقى سكر التموين. عملت احلى سمسمية. بصوا الطبق عامل ازاي، ما شاء الله تحفة. بصوا الجمال، 20 قطعة سمسمية ب50 جنيه بس. جبت ربع كيلو سمسم ني ونص كوباية سكر، ده اللي هنحتاجه في الوصفة بتاعتنا. ربع كيلو سمسم هنستخدم له نص كوبايه سكر. هجيب كده الربع كيلو السمسم ده افضيه في الجريل او في صينيه، وابتدي ان انا احمصه كده على النار، وايدي فيه ما اسيبش ايدي منه خالص. افضل كده اقلب فيه، اوطي عليه وافضل اقلب فيه عشان ما يتحرقش مني. وبعد كده جبت نص كوبايه سكر، عليها نص الربع كوبايه ميه. يعني ايه يعني يعني تقريبا كده، يعني 25 جرام ميه، حاجه بسيطه خالص ميه، يعني يا دوبك بس السكر يفك بيها. وهبتدي اقلب، يعني الكيلو كوبايه السكر بحط عليها ربع كوبايه ميه، فدي نص كوبايه سكر حطيت عليها كده يعني نص الربع. وهبتدي بقى ان انا احمص السمسميه بالشكل ده. وهنا هعصر على الشربات بتاعي نص كوبايه سكر، اقل من ربع كوبايه ميه، عصره ليمونه، نص ليمونه، عصره نص ليمونه. وابتدي احمص السمسم بالشكل ده، ونشوف بقى ايه الشربات. يعني يبقى الاتنين على البوتاجاز، السمسم على عين والشربات على عين. هيطلع معاكي يعني النتيجة في نفس الوقت 10 دقايق، وتبقي عملتي احلى واكبر كمية سمسمية. هنقلب بقى كده، هنقلب بقى الشربات كده. اول ما يبتدي يغلي معايا هقوم مهدية عليه النار خالص. ههدي عليه النار خالص اول ما يتعمل. وبعد كده هجيب صينية احط عليها كيس كده، افتحه وادهنها بالزيت، وادهن السكينة، وادهن المعلقة اللي هرص بيها السمسمية في الصينية. كل حاجة هتستخدميها في الوصفة تدهنيها بالزيت. ليه؟ علشان ما يلزقش فيها الشربات. هندهن كده الكيس بالشكل ده بالزيت. وبعد كده نرجع للوصفة بتاعتنا بقى، ندهن المعلقة وندهن السكينة وندهن كل حاجة بالزيت. بجد تحفة وسهلة، وبتخلص في مفيش 10 دقايق، وبتبقي عملتي الكمية اللي انت عايزاها. احنا عملنا الفولية وعملنا السمسمية، والحمصية كمان بتتعمل بنفس الطريقة. هنقلب بقى كده السمسم ونحمصه كويس قوي. وهنا الشربات برضو هنفضل نقلب فيه كده لحد ما يتكرمل معايا، يوصل للون الذهبي. وصل للون الذهبي معاكي، تقومي نازله ربع معلقه من البيكنج باودر، ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، وتقلبيه. ده اللي هيدي بقى حلاوه المولد بتاعك، الهشاشه، ما تبقاش مكتومه، ما تبقاش ناشفه على الضرس، تبقى حلوه. وهنقلبها كده، وصلت للون ده نقوم نازلين بقى بالسمسم اللي احنا حمصناه عليها. مفيش اسهل من كده، ده على ده، وترصيه في الصينيه وتسيبيه يتهوى، وكده تبقى خلصت معانا. بصوا السمسميه بقى، السمسم بعد ما اتحمص نزلنا بيه، وهنقلب بقى السمسم مع الشربات مع البيكنج باودر كله مع بعضه كده، نقلبه تقليبه حلوه. وبعد كده ننزل بيه على الكيس المدهون زيت، ونبتدي نسويه بقى. عايزاها بالسمك اللي انت عايزاه، الحجم القطعه اللي انت عايزاها، شوفي اللي انت عايزاه، يعني كله على مزاجك من اول الوصفه لاخرها. هنقلب كده السمسمية مع الشربات. بصوا الجمال. ننزل بقى بيها كده في الصينية ونبتدي نسويها. انا فضلت ان انا اسويها بالسكينة، سويت لي احسن. تقدري تعمليها رقيقة، تقدري تعمليها سميكة، الحجم اللي انت عايزاه. وبعد كده ما نعملها كده، نسيبها بس تمسك نفسها سنة، وبعدين نبتدي ان احنا نقطعها. بصوا الكمية ما شاء الله، ربع كيلو سمسم عمل لي نص صينية كبيرة. هنقطعها بقى بالحجم اللي احنا عايزينه. مفيش اسهل من كده، بجد تحفة. ونقطعها بقى بالشكل ده. بصوا مفيش جمال بعد كده، بتتقطع معانا بسهولة، والقطعة ماسكة نفسها، ما تفرفتتش واحنا بنقطعها. بص كده الجمال، تحفة. تقطعيها بقى، وبعد كده عندك اللي هو الاسترتش اللي بنغلف بيه ده، تغلفي كل قطعة كده بحتة من الاسترتش ده، او اكياس بلاستيك او علب حافظة، تقدري تحفظيها بكذا طريقة، يعني الطريقة اللي تريحك بقى. هنقطع بقى على حسب على حجم القطعة. بص الولاد فرحوا بيها جدا. السمسمية، الفولية، الحمصية، اي نوع مكسرات بتعمليه بالطريقة دي. ممكن تعملي بندقية، اللوز، الكاجو، كله بيتعمل بنفس الطريقة، والفستق. بصوا الجمال بقى، بصوا القطعة تحفة وماسكة نفسها، مش رقيقة،
انا عاملاها وسط، ولا رقيقة ولا تخينة، يعني عاملاها ايه الوسط. تحفة بجد، وطريقة جميلة من غير سكر كلوكوز ومن غير حاجة مكلفة، كلها حاجات من البيت. عملت الطبق الجميل ده ب50 جنيه بس، يا بلاش بجد. لو اشتريتيها من بره القطعة ب10 وب20، فاحنا نعملها في البيت اوفر واضمن، وعاملاها بنفس نظافتك وبالطريقة اللي تريحك. بص اللون تحفة بجد. جربوها بالطريقة دي وصوروا لي بقى في الكومنتات بقى السمسمية والحمصية والفولية بتاعتكم عاملة ازاي.